السلام عليكم. في الفيديو ده انا حابب اكلمكم عن حاجه مهمه، وهي لو احنا رحنا هنا زي ما انتم شايفين انا عندي هنا السكور بقول له بيساوي 100. طيب لو انا دلوقتي جيت عايز اقول للبرنامج بتاعي هل ان السكور مثلا بيساوي الكوينز، يعني هل هما الاثنين دلوقتي بيساووا بعض بحيث ان هو ممكن خلاص يبقى هو كده قفل المستوى، فانا عايز اقول له خلاص وقف اللعبه وهو خلاص فاز بسكور عالي كمان. لو انا جيت عملت الكلام ده، جيت قلت له ان السكور بيساوي الكوينز زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ايه اللي هيحصل لو جيت هنا طبعت السكور؟ زي ما انتم شايفين هتلاقوا ان السكور بقى 10. انا عايز اشيل بس الحاجات دي. هتلاقوا هنا ان السكور بقى 10. فهنا احنا بنعمل ايه؟ هنا احنا بنعمل اساين لفاليو، بنقول له ان كذا بيساوي كذا. لو انت رحت قلت له ان السكور ده بيساوي مثلا حماده، هيقول لك اه. انت هنا مش بتقول له هل ده بيساوي ده، لا انت بتقول له ان ده بيساوي ده، يعني حط لي ده بيساوي ده. طيب ازاي اقول له ان ده بيساوي ده؟ بكل بساطه انا هاجي هنا هقول ممكن ان احنا نخلي دول مفيش مشكله. هقول ان السكور 100 وكمان الكوينز 100 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو انا عايز اقول له هل ده بيساوي ده، باجي اقول له السكور بيساوي يساوي، يعني زودنا يساوي تانية علشان نقول له لو كان هو فعلا بيساويها ولا لا. بيساوي هنا السكور بيساوي الكوينز، هتلاقوا ان هو طلع معايا ترو. طيب هنا كده احنا فهمنا فكره الاساين، وفهمنا فكره يساوي يساوي اللي بنعمل بيها مقارنه ما بين حاجتين، هل هما فعلا يساووا بعض. هنا في حاجتين عايز اتكلم فيهم. الاولى ان انا رحت خدت الكوينز ده، رحت حطيته في سترينج زي ما انتم شايفين. لما انا جيت هنا حولت الكوينز ده لسترينج، لو جيت قلت له سكور يساوي 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 كوينز، هتلاقوا ان هو طلع معايا فولز. ليه؟ لما بنحط يساوي يساوي هو بيعمل مقارنه للفاليو، يعني بيقول هل ال100 دي بتساوي ال100 دي، وبيعمل تحويل للانواع. يعني لو واحد منهم سترينج هيحول الانتجر عادي ويعمل مقارنه بينهم. لكن اما بقول له يساوي يساوي يساوي، انا بقول له قارن لي حاجتين. قارن لي الفاليو والداتا تايب، وده الفاليو بتاعه 100 وده الفاليو بتاعه 100 تمام، لكن ده التايب بتاعه نمبر وده التايب بتاعه سترينج، فهنا هو هيطلع لي فولز. ففي فرق ما بين يساوي واحده وما بين اتنين يساوي. اللي يساوي الواحده بنعمل بيها اساين، اتنين يساوي بنعمل بيهم مقارنه للقيمه للفاليو اللي جوه الفاريبل، التلاته يساوي بنعمل بيهم مقارنه للقيمه والنوع الداتا تايب. طيب عندنا ايه كمان؟ لو رحت رجعتها ل 100 عادي مفيهاش مشكله. وهنا عندنا ممكن نستخدم النوت، يعني هاجي هنا اقول له هل السكور لا يساوي الكوينز، هيقول لي فولز طبعا لا يساوي بعض. فانا ممكن اجي هنا اخلي دي 50، وهنا ممكن استخدم فكره النوت ان انا اقول له السكور لو السكور ما بيساويش الكوينز اعمل لي حاجه معينه. هنا برضو في العمليات اللي زي كده اقدر استخدم اكبر من، يعني اقول له هل السكور اكبر من الكوينز. وهنا ممكن ندخل فكره البلايرز. هنا هقول له let player 1 score، وده مثلا وليكن 50. وهنا هقول له let player 2 score، وهنا وليكن هقول له 100 مثلا. فلو جيت قلت له مثلا هل البلاير 1 الكوينز بتاعته اكبر من البلاير 2 اللاعب التاني، هيقول لي لا طبعا فولز. طب اقل من البلاير 2 هيقول لي ترو. هنا خلاص انا ممكن اوصل للنتيجه ان في حد فيهم خلاص فاز. فدي كانت الفكره اللي احنا بنتكلم فيها، فكره المقارنه، ان احنا ازاي نعمل مقارنه في الجافا سكريبت. دي برضو هتلاقيها موجوده في كل لغات البرمجه، الكلام ده موجود. فيا رب ان الفكره تكون واضحه، فكره الفرق ما بين اللي يساوي الواحده، اللي يساوي الاثنين اللي بيعملوا مقارنه للقيمه، واللي يساوي الثلاثه اللي بيعملوا مقارنه للقيمه والداتا تايب، وفكره النوت او الاكبر منه والاصغر منه ان احنا بنستخدمهم في ان احنا نوصل لنتيجه معينه سواء كانت ترو او فولس. يا رب الفيديو يكون واضح، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.